السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وكمان فعلوا الجرس. فيديو النهاردة جولة في مجمع الشامل، الفرع في الرياض. طبعا هو المكان كبير جدا جدا، فانا هقسمه لفيديوهات والاجزاء يعني. ما قدرتش اصور الواجهة بتاعة المكان لان كان في عائلات واقفة وكده، طبعا ما حبيتش اصور. المهم، اول ما هندخل كده هنلاقي اول حاجة طبعا الدور الاول ده كله ادوات منزلية، كل الرفاية بتاعة المطبخ، الادوات المنزلية كلها، وكمان في ادوات سباكة وفي ادوات كهربائية وحاجات رفاية كلها دي يعني. اي حاجة هناك ب5 ريال، اي حاجة. طبعا الاطباق دي بس، دي طبعا طبقين، اي طبقين ب5 ريال. في حاجات تانية طبعا اغلى من كده، زي في صواني تيفال، وفي بايركس اغلى طبعا من كده يعني. بتبقى في قسم خاص كده الحاجات سعرها غالي شوية يعني، طبعا لان خامتها تختلف. وكمان انا طبعا هقسم الفيديوهات طبعا لاجزاء كده مختلفة. اول حاجة صورت الادوات المنزلية اللي تحت، اللي هي الاطباق وكل الستاند ده كله. ده قسم خاص كده للبلاستيكات كل دي. دي كلها اطباق استانلس، اي قطعة ب5 ريال. في بولات استانلس عميقة يعني شوية، ومصافي، وكل دي تقريبا سكريات وحاجات. دي بقى بولات اللي هي المزخرفة دي كلها صناعة هندية، اي حاجة فيهم صناعة هندية. هنا دي تقريبا حافظات طعام، اشكال والوان واحجام مختلفة. اي قطعة ب5 ريال. في حاجات عليها بيبقى كذا قطعة يعني. دي مثلا خامتها خفيفة شوية، اللي هي الشفافة دي تقريبا 3 قطع مع بعض ب5 ريال برضو. الوان واحجام مختلفة جدا. كل دي ب5 ريال اي قطعة. ودي حافظات برضو زي اللانش بوكس وكده، تنفع لانش بوكس. دي 5 قطع، اشكال مختلفة. دي بقى الحافظات، كل الحافظات اللي جاية دي كلها بايركس ازاز، بس احجام صغيرة جدا. كلها طبعا اشكال حلوة قوي وخامتهم تقيلة يعني. في حاجات صناعة برازيلية. وفي البايركس اللي هو الحراري ده بيدخل الفرن، بس دي احجام صغيرة تنفع للرز بلبن وام علي والحاجات الصغيرة دي يعني، مش هتحط فيها حاجات كتيرة. ودي كلها بولات ازاز بقى، خامتهم حلوة قوي ونضيفة يعني. ودي اطباق تقديم تقريبا، ازاز او بورسلين تقريبا، بس حلوين قوي وشيك جدا جدا. البولات دي حلوة قوي، كمان في منها اشكال والوان كتيرة قوي. كلها ازاز، القسم ده كله ازاز. هنا بقى السكريات دي كلها سكريات، منها اشكال والوان كتير قوي، احجام طبعا مختلفة. هنا برضو الحاجات دي بتحط فيها التمر تقريبا والحلويات، حاجات تقديم يعني.
كل القسم ده طبعا زي ما انتوا شايفين ده كله خاص بالمنظمات بتاعه التسريحه والمطبخ والبلاستيكات كلها عامه. حاجات حلوه قوي وحاجات مختلفه وفي منها كميات كبيره جدا ما شاء الله، وحاجات كمان عمليه قوي يعني. هنا في علب التخزين بتنفع حافظات طعام وكده، اشكال كتير قوي. دي كلها بقى منظمات للتسريحه والمطبخ وكده يعني. اشكال كتيرة قوي والوان مختلفة واحجام كمان حلوة قوي وعملية كمان تشيل كميات كبيرة. دي كلها اللي هو درج التخزين، ادراج التخزين بتاعت التلاجة، في منها الاكليريك وفي البلاستيك. بس انا الفيديو بقى هيخلص على كده لاني عشان مطولش عليكم. في ده كله خاص بالاطباق والحاجات الرفايع بتاعت المطبخ. ان شاء الله هننزل لكم الاجزاء التانية بقى عشان الفيديوهات ما تبقاش طويلة لان المكان كبير جدا ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم واستنوني ان شاء الله هنزل لكم كل جديد. ما تنسوش اللايك والشير وكمان فعلوا الجرس. مع السلامة.